اجت امي مره بتقول لي اوعدني وعد، فقلت لها يما انه طب ايش هو؟ قال اذا بتحبني بتوعد. قلت لها طيب وعد خلص تم، غالي والطلب. قالت لي كل يوم تقرا صفحه واحده من القران، بس صفحه واحده. وهذا لما قالت لي هيك انا ما فهمت، يعني اوكي طيب سهله، تاخذني بالضبط دقيقتين. امتى فهمت؟ بعد فتره انت لما بتقرا صفحه بس من القران، اولها بيكون الموضوع كثير صعب لانه بتتعود على عاده جديده، بعدين بيصير سهل، بعدين بيرجع بيصير صعب مره ثانيه. ليه؟ بتصير انت الصفحه بتخلص بسرعه وانت واعد صفحه واحده، فبتصير ايش؟ تبطئ، لانه القران سبحان الله متصل بشكل مش طبيعي، فانت بتوصل لاخر الصفحه بدك تكمل الباقي لا شعوريا، بس انت بدك توقف حالك وبتصير شو تعمل؟ بتصير تبطئ وتفهم. والله العظيم بعد فتره بتصير تشوف القران بطريقه ثانيه. مثلا اعطي لك مثال، خلصت القران مره، فثاني يوم بدي ارجع من وين؟ من اول صفحه، فبسال حالي بقول انه يعني شو اول صفحه بالقران؟ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. حلو. فاجيت بقول يعني تعرف كم مره بنقراها باليوم؟ اقل شيء مرتين على الفجر، 4 بالظهر، 4 بالعصر، 3 بالمغرب و4 بالعشاء. فبقول انه شو راح استفيد من هاي الصفحه؟ والله بقلب الصفحه قلت يلا مش مشكله خلص وعد. فبقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. خف عقلي. ليش أول كلمة بالقرآن الحمد؟ كم لغة، كم كلمة في اللغة العربية؟ 12 مليون و600 ألف مفردة. هلا الله سبحانه وتعالى لما اختار إنه أول كلمة بعد اسمه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة الحمد، شو يعني هذا الكلام؟ قديش هاي الكلمة بدها تكون قوية بحيث إنها تتخذ أول كلمة بترتيب القرآن، وترتيب القرآن مش شغل بشر. ليش أول كلمة الحمد؟ فقلت خليني أجرب هاي الكلمة. الحمد هي شو؟ الامتنان، إنك تكون ممتن. فصرت بدي أجرب هاي الكلمة. حكيت لك بقية القصة. كلمت أمي ثاني يوم فبقول لها يما أبوي قاعد، قالت لي قلت له أعطيني إياه. أخذته قلت له بابا أنا ممتن إنك أبوي بدون سبب. قلت له هيك صحيت اليوم عم بفكر بقول قديش أنت أب رائع، وأنا مش عارف شو اللي عملته عشان أستحق أب رائع زيك، فأنا جدا ممتن انك انت ابوي. فلقيت امي بتقول لي شو حكيت لابوك؟ ما حكى. بقول لها ليش ايش فيه؟ بتقول لي بكى. قلت لها يا ماما بدي اقول لك نفس الشيء يما، انا جدا ممتن انك امي، وما بعرف شو اللي عملته بحياتي اني استحق انه انت تكوني امي. انا صدقا احمد الله انه انت امي. صارت تبكي مسكينه. تفاجأت انه هاي الكلمه قديش هي قوية، قديه إلها معنى، قديه إلها قيمة، لدرجة إنه كل ما تقرأ القرآن بتشوف وإن شكرتم له سمع الله لمن حميده، وقليل من عبادي الشكور.